ورايا على طول معبد الأقصر، وهنبتدي مع بعض ومع شباب الملتقى الثالث لشباب المصريين في الخارج جولة حرة، وهيتعرفوا أيضا على سوق الأقصر ويبتدوا الشوبينج من هناك. بحب مصر جدا وبحب أهلها، عشان أنا مصري جدا وحبايبي منها. بحب مصر جدا وبحب أهلها، عشان أنا مصري جدا وحبايبي منها. بعشق ليلها وسهرها، ليلها وسهرها، هي ناس قمرها وخفة دمها. لمتنا لما ونبقى لما يرجع يرتاح في حضنها. بحب مصر جدا وبحب أهلها، عشان أنا مصري جدا وحبايبي منها. واحنا واقفين في ميدان ابو الحجاج، يعني مبسوطين جدا ان احنا معانا ضياء وكريم من فرنسا. بالتحديد منين من فرنسا؟ من باريس احنا الاثنين. ومنين من مصر من هنا؟ انا اسكندراني. اسكندراني. من القاهرة. عاوزه اعرف انتوا اول مره في الملتقى، انا اعتقد ان انا التقيت بك في فرنسا. بصراحة احنا التقينا ليا في اللي الجمعية دي، اللي هو مبنى الجمعية، وادينا احنا في مصر اهو بنتفسح ومبسوطين يعني. انا مبسوطه اكتر ان احنا نتقابل النهارده وفي الاقصر، وعاوزه اعرف بقى انطباعك انت ايه عن الرحله؟ صراحة الرحلة جميلة يعني، هو بس ما فيهاش يعني غلطات كبيرة. البلد حلوة، جو حلو ما فيهوش اللي هو الجو الحر ده بتاع الصيف. بالليل ساعة بس ده ما حدش يقدر يغيرها يعني. بس مش زي باريس دلوقتي تلج. لا كلنا عشان كده كلنا مبسوطين يعني، مفيش مقارنة. وايه كمان جو حلو، التنظيم نضيف. كريم قول لي بقى انت ايه اللي عاجبك وايه اللي مش عاجبك في الرحله؟ هي بس كانت البداية أول ما جيت هنا ما كنتش عارف حد يعني كنت مش عارف أمشي معاهم أضحك معاهم. دلوقتي بقيت أحسن يعني. اتصاحبت على ناس كتير؟ يعني برضو يعني ما كنتش عارف مصريين كتير، ودلوقتي عارف عدد برضو يعني. في حاجه تانية في الرحله ضايقتك؟ هي بس الرحلة من القاهرة للأقصر كان القطر بس كان صعب شوية، بس هي حلو يعني. احنا عطلناكم كتير، احنا ممكن بقى نتمشى معاكم شويه، وكل هنا الاقصر كمان بتتعرف عليكم، وهتخشوا السوق دلوقتي يمكن هيعملكم اسعار دوبل يعني دوبل بقى عشان انتوا بقيتوا ستارز. هترجع تقول ايه عن الاقصر؟ هرجع اقول ان هي بلد لطيفة وجميلة وما فيهاش زحمة زي زي القاهرة عامة. هرجع اقول كمان ان هي لطيفة بناسها يعني، مش هم المصريين فعلا طيبين يعني، وده اللي بيخلي الجو معاهم سهل ان انت تتعرف معاهم وخلاص. عشان كده اتعرفنا على الجروب بسرعة. عشان كده اتعرفنا على الجالية المصرية بسرعة. كريم يعني هو أحسن حاجة هنا الجو، من القاهرة كان جو حر وكده، وهنا في بقى الحاجات اللي احنا ما شفناهاش يعني فرعون والحاجات دي، بس منظر جميل هنا برضه. عاوزه اقدم لكم ياسمين وريم ومريم، بنرحب بيهم معانا وهم من باريس واول مره معانا في الملتقى. انا تاني مرة جيت هنا في الصيف برضو او تاني ملتقى. رأيك في رحلة الأقصر ايه بقى؟ جميلة جدا، اول مرة اجي الاقصر وعمالين نشوف اماكن جميلة قوي وكويس بقى. عملتوا صداقات مع دول تانية ولا انتوا قافلين على نفسكم في باريس بس؟ لا، عملنا صداقات مع دول تانية زي النمسا، عندنا أصدقاء كتير، وعندنا شوية في إيطاليا وشوية في لندن ولا أمريكا، مش فاكرة حاجة من المهم ان هم مصريين من كل انحاء العالم. المهم ان هم مصريين. مريم مبسوطة؟ ايوه طبعا، عشان دي اول مره ليا اجي، فانا بصراحه مبسوطه قوي، ومش
ما اقدرش اقول ازاي مبسوطه مع ناس، بنتعرف على ناس من بلد تانية، مصريين من بلد تانية، ونعرف ايه اللي بيحبوا في مصر، ونتكلم وكده كده بنعرف لغاتهم كمان بيعلمونا، وحاجه حلوه قوي. يعني احنا بس مش هيبقى معانا عربي، لا هيبقى معانا ولا فرنش طبعا، هيبقى معانا كمان لغات تانية، ولينا بيوت في كل دول العالم. اه صح، ما احنا مصريين في كل حتة في كل مكان في العالم، وعارفين اللي ممكن عايزين نروح اي حتة هنلاقيهم على طول هنا وكده. ريم، دلوقتي لو رجعتي باريس وحبيتي تتكلمي مثلا في المدرسة مع أصحابك عن بلدك اللي بتنفرد بهذه الرحلة، هتقولي إيه؟ حاول ان انا السنه دي بالذات في الرحله دي بالذات شفت بلدي بعين تانية خالص تماما، لان انا كنت بنزل كل صيف، بس بنزل في مكان معين او بنصيف في اماكن معينه زي الساحل او اسكندريه، بس عمري ما شفت يعني بلاد تانية، عمري ما مشيت بره اسكندريه قوي وكده. فحاول لهم ان انا شفت بلاد زي الاقصر، ولسه هنشوف اسوان، وان دي بلاد فعلا تتشاف لانها حاجه مختلفه خالص عن اسكندريه او القاهره. ومريم، يعني حد قال لك قبل كده ان انت وشك فرعوني قوي؟ ربنا يخليكي. لا بصراحه ما حدش قال لي قبل كده، بس دي اول مره حد يقولها لي. واضح ان انت كمان بتحبي الاكسسوارز المصري. ها؟ لا ده من فرنسا على فكره. كل حاجتي مش كل حاجه يعني، الحاجات السوفينير كده بنجيبهم من هنا بس. لو لقيتي حاجه حلوه هنا في السوق واحنا داخلين على السوق دلوقتي هتشتري؟ طبعا، لو لقيت حاجه عجبتني طبعا هشتريها، مش علشان من مصر يعني. لا مصر فيها حاجات حلوه قوي. طبعا فيها حاجات حلوه، بس برضه يعني هم واخدين كل التيمات اللي انت لابساها دي من مصر يعني. ايوه صحيح. يعني برضو وانت في باريس اشتريتي حاجه مصريه؟ صح. تعتقد ده جينات ولا ميول ولا حب شديد لمصر حتى في حاجات بسيطه؟ لا انا بقول يعني حب جديد لمصر بصراحه. حاجات بسيطه بيجيبوها من مصر وبيبيعوها في فرنسا يعني للسياح، بس احنا ملناش لازم نشتري من هناك. على فكره احنا بنيجوا هنا كل صيف، فانا باجي هنا كل صيف يعني. ايوه حلو الاسكندراني اللي طلع بنيجو ده. انت اسكندرانيه؟ ايوه من اسكندريه. اهلا بيكي واهلا بيكوا في مصر، وسيبكوا بقى للسوق، واكيد شوبينج جامد يعني. اكيد. هتشتروا ايه من الاقصر؟ هنشتري سوفينير كتير، حاجات اللي بيبيعوها جميله جدا. امبارح وشوفنا بيبيعوا اكسسوارات جميله جدا. كلمه بقى في حب مصر بتقولوا ايه؟ بحبك يا مصر، je t'aime l'Égypte le plus beau pays au monde. بحبك يا مصر، بموت فيك يا مصر، بعشقك يا مصر. بعشقك يا مصر، جيم ليجيبت. مشاهدي وصال، عارفين فرسان المائدة المستديرة، أنا معايا 3 فرسان مصريين عظماء. كل مرة بيثبتوا لي إن هم يعني لما أتكلم معاهم عقلية مختلفة، فكر مختلف، حابين بلدهم قوي. مصطفى وتعرفنا عليه يمكن كان من خلال لقائه بالسيدة الفاضلة سوزان مبارك، وكان من أعضاء البارزين قوي في الملتقى الثاني، واختير أحسن عضو فاعل ونشط وسط كل الجروب. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا، ازي حضرتك؟ انا وطبعا من بريطانيا. من بريطانيا، من لندن. انا بدرس نانو تكنولوجي وبعمل ماجستير بتاعي دلوقتي. اكيد كل الناس فاكرينك. اتمنى. كريم هو وجه جديد، بس وجه سياسي، بيتمتع بعضوية حزب في النمسا. هيعرفنا على نفسه اكتر واكتر، واول مرة معانا. اول مرة في النمسا، في مصر طبعا معاهم مع الجماعة ده، وفرحان طبعا ان ممكن ابقى مع كل الناس دول. فخر الدين من الوجوه اللي بقت إعلامية، بقت مهمة في مصر وفي العالم من خلال حركة سوزان مبارك الدولية من أجل السلام. اهلا وسهلا. فخر الدين. يعني انا الحمد لله كنت اتشرفت يعني بمعرفه مدام سوزان مبارك شخصيا، وقربت لها جدا في المؤتمر اللي هو الاتجار بالبشر هنا في الاقصر برضو من حوالي 10 ايام، والحمد لله يعني قدرنا ان احنا نتكلم في امور كتير، واتطرحت يعني امور برضو ليها فعليه، ودون ادالنا برضو دفعه للامام يعني الحمد لله. لسه هنتكلم اكتر واكتر عن وجهات نظرهم في الحياه، ويمكن ده هيبقى لقاء لاستعراض فكر المستقبل بالنسبه لهؤلاء الشباب. مصطفى، عاوز اعرف
انا بهتم بالسياسه، في ان هي اللي بتحدد حياتنا، وهي بتحدد المستقبل اللي عايشين فيه وازاي الدنيا هتمشي. فانا دايما بهتم بالسياسه، ما بشتركش في السياسه، بس دايما بحب اعرف ايه اللي بيحصل وليا رايي، بس انا ما بشتركش في السياسه. بتعرف اخبار مصر منين؟ بعرف اخبار مصر من ساعات من القنوات اللي على التلفزيون، ومن الانترنت، ومن فورمز بتتكلم عن اخبار مصر، وساعات الاخبار والاهرام، الحاجات الاونلاين. كريم ليه وجهة نظر إنسانية مش سياسية بس، إن الإنسان هو ملك للكون كله بغض النظر عن جنسيته، صح يا كريم؟ طبعا صح. يعني هي دلوقتي يعني السياسة مهم في كل حتة. يعني السياسة دي يعني لو انت يعني السياسة مهم للشباب، للعواجيز. السياسة لو انت تروحي حتة تلعبي مع اصحابك عندك سياسة، لو انت عيانة عندك سياسة. السياسة دي مهم، عشان كده احنا لازم نبقى نحب السياسة. انت عضو في حزب ايه في النمسا؟ Social Democratic Party of Austria. واشتركت كمان في البرلمان الدولي؟ اشتركت في البرلمان الشباب في International Youth Parliament in Athens، وانا كنت للنمسا هناك، كنت delegation، وكانت مهم يعني كمان اشوف الشباب من كل دول الدنيا يحبوا السياسة، واشوف كمان يعني احنا مفيش فرق بيننا وبين يعني الشباب، يعني هم كلهم بيفكروا زينا. ودي كانت حاجة ليا يعني experience مهمة قوي، اشوف شباب ان هم زيي من كل دول الدنيا. انت بتشوف ان يا فخر ان احنا ممكن من خلال الملتقى ده نحط رجلينا على قضايا يمكن ما كناش واخدين بالنا؟ يعني انت ما كنتش تعرف حركة سوزان مبارك للمرأة من اجل السلام، لكن من خلال الملتقى تعرفت على اعضاء الحركة وانضميت اليها. حاسس ان ده بيغير في شخصيتك؟ اكيد، يعني اي حاجه انا الحمد لله يعني بخشها او بعملها بتضيف لي كتير. يعني انا بحاول دايما اختار الحاجات اللي هي تبقى جديده وتضيف لشخصيتي، بما ان يعني دلوقتي اللي انا موجود في الحركه بتاعت مدام سوزان مبارك، اكيد يعني دون بيديني دفعه للامام اللي يخليني اللي انا اتمنى ان انا اعمل حاجات كتير. يعني انت كنت سبيكر بتمثل مصر في المؤتمر الاخير للاتجار بالبشر، وكانت اسئله كتير قوي بتوجه اليك وانت بترد بالنيابه عن مصر كلها. ما حسيتش ساعتها ان انا كمصري في الخارج ده طريقي الحقيقي؟ والله انا دايما كانت الناس بتسالني يعني انت موجود في بره، يعني هل انت مثلا نمساوي او مصري؟ انا دايما كنت برد عليهم واقول لهم يعني كل حاجه ليها مميزاتها وسلبياتها، بس انا دايما كنت والدي الله يرحمه كان دايما معرفني حاجه، ان انا موجود بره بتعلم علشان افيد بلدي الاصل، وهو اللي هي طبعا وطن الام الحبيبه طبعا مصر. يعني فانا اكيد يعني بحاول ان انا اكون متواجد برضو، حتى لو انا موجود في السياسه النمساويه برضو في مصر. احساسك وانت كنت على الستيج بتمثل مصر؟ احساس رائع طبعا، ما فيش يعني احساس بيبقى الواحد وهو قاعد لازم يحسه، يعني ما ينفعش يتوصف. هو اكيد الاشخاص اللي بتبقى قاعده على الستيج بيبقى ليها وجهه نظر اخرى يعني في الموضوع. كريم، يعني عاوزه اعرف، انت بتقول انا بحس ساعات ان انا مش مصري، وبحس ساعات ان انا مش نمساوي، انا بحس ان انا عالمي اكتر. هي كده يعني في النمسا انا مصري، في مصر انا نمساوي، وبفكر كل شويه انا ايه طيب انا ايه يعني. وانا يعني انا جيت على حل، انا كوبري بين مصر وبين النمسا، لايك بريدج يعني انا ممكن حاجه يعني حاجه زي كده، كوبري زينا كده، زي مصطفى زي فخري، حاجه يعني it's a big chance for us. يعني globalization هي حاجه زي كده، الكوبري ده مهم دلوقتي لينا عشان نشوف الكونكشن بين مصر وبين النمسا، ودي مهم لينا. وده لو وسع اكتر هيبقى زي ما نقول جسر تواصل ما بين بريطانيا، النمسا، دول تانية. ده ممكن يعمل في مصر ايه يا مصطفى؟ طبعا لان اي دوله لما تحب تتقدم، لما بتيجي ناس من دول تانية بتبقى ثقافه مختلفه، بتفيد الثقافه الموجوده، بيقدر الناس يتخيلوا يعملوا اسسمنت للثقافه اللي عندهم باختلاف ثقافات تانية. فدايما اي دوله فيها ثقافات مختلفه دايما بتتقدم لانها بتاخد احسن في كل حاجه وبتحاول تطبقه. عشقنا عشقنا والعشق جميل، عشقنا
عشان